السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا يا مرحبا اخواني الغالين، حياكم الله. اليوم بنتكلم عن طير من مشاهير الهواية، طير من جيل الستينات. طبعا اصبح رمز للهواية واصبح مضرب للامثال، اللي هو صلفوح. صلفوح طير العم محمد ابراهيم الحوطي ابو جاسم، الله يرحمه ويغفر له باذن الله ويسكنه الجنة. طبعا صلفوح حرق تفريخ عبد العزيز المقهوي وعبد الرحمن الصميعي ابو داحم. طبعا هو تفريخ 1964. المقهوي وابو داحم عندهم حرق ولد حمر فهد عبد الكريم، ركبوه على مرشتين تصير بنت الصافي على الدبرة طيرة المقهوي، طلعوا بطن حرق وسودة. الحرق اللي هو صلفوح، قوم المقهوي وياخذ الطبة اللي هو الحرق والسودة ويهديهم حق العم ابو جاسم الحوطي وفروخ صغار. اخذهم الحوطي طبعا وطيرهم عنده بالخالدية وبداهم خوش بدوة، كمل عليهم. طبعا صلفوح تميز عن اخته، يعني صارت بدوته مميزة، وصار فيه مشاغل الطير، وصار فيه لوت حلو وركاد الطير كلش راكد، وصار فيه نشط الطير. طبعا ابو جاسم الله يرحمه ويغفر له كمل عليه لما عاد اخذ وضع زين صراحة. صلفوح صار يعني ياخذ عنده الحمام، عنده الهواية، صار ياخذ اعلام حلو وصارت عليه مسايير، قام يسيرون على ابو جاسم، كل ما صار هو حلو سيروا عليه وطير لهم صلفوح. طبعا الطير اخذ شهرة حلوة للامانة، شوي 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 لما عاد صار يعني صارت السوالف كلها عنه، عن الحرق هذا. يقول لك الحرق يعني طريقة صلفوح، طريقة يعني الميزات اللي فيه انه يشاغل بلوت راقي وبالبطيء تصلفح لوته كلش يعني صعب اللوت. فالميزة هذه هي اللي اعطته الشهرة، فصار من يصير هو على طول المطيرتي يتجمعون كلهم وعند ابو جاسم الله يرحمه الحوطي محمد ابراهيم الحوطي بيشوفون صلفوح. وما شاء الله يعني صراحة اخذ الطير وضع طيب، صارت عليه مساير. يقول العم محمد الحمد ابو حمد الله يعطيه الصحة والعافية، يقول كل ما يصير هو حلو على طول كلنا يعني، يقول انا يقول عن نفسي انا هد حمامي على طول واروح حق الخالدية عند ابو جاسم الحوطي بس بشوف صلفوح. يقول طبعا كل ما يصير هو احنا نتجمع هناك. وما شاء الله يعني الله يرحمه ويغفر له ابو جاسم، يعني يطير حق الجماعة ما شاء الله، مطير طيبة. طبعا عنده حمام زينة. يقول ابو حمد طبعا محمد ابراهيم الحوطي ابو جاسم عنده حمام زينة للامانة، يقول يطير الحمام وتلعب. يقول بعدين نص الطيار يشيل صلفوح صراحة، يقول لين صلفوح اذا طار صراحة ياخذ الجو، طريقة اللوت اللي فيه الراقي كذي واللوت اللي بالبطيء يتصلفح، يقول لوته الصعب كلش. يقول والله ما طلع الحمام من حلاته. يقول ما شاء الله يعني صراحة صلفوح وصلفوح. يقول سبب تسمية صلفوح الله يرحمه ويغفر له بإذن الله ويرحمهم جميعا إن شاء الله، اللي هو أبو سهيل عبد اللطيف الوزان وأحمد البطف. يقول هم اللي يطلقوا عليه طريقة اسم صلفوح من طريقة اللوت اللي فيه، قالوا والله هذا الطير يتصلفح باللوت خلاص وسموا وراحت عليه صلفوح صلفوح، وصار مضرب للأمثال. يعني لا صارت معايات عندنا ولا عندها الحمام، يعني لا صارت سوالف واحد يقول عندي طير زين ولا شيء قال ايش دعوة عندك صلفوح، من باب يعني انه يعني طير نادر للأمانة، او ايش دعوة عندك صلافيح، فصار مضرب للأمثال يعني صلفوح. وصراحة سوى نقلة نوعية بالهواية. ف يقول يعني صلفوه من حالاته، يقول يعني يقولون محمد ابراهيم الحوطي ابو جاسم الله يرحمه ويغفر له من عشق لهالطير، يقول يعني يحط صلفوح بخانه ويا نثيه. طبعا قبل تفريخ قبل ما في خانات يعني بالاجبار،
تفرغ الحمام بالاجبار. لكن يقول لك يعني صلفوح من عشق الحوطي حق طيره صلفوح، يقول لك حطه بخانه وصار هو يعني يقول لك هو اول طير دش الخانه قبل ما في خانات يعني. فيقول لك اول طير يعني بالهوايه اللي هو دش بالخانه اللي هو صلفوح، وحطه مع نثيه، وباقي الحمام يقول لك بصوب، يعني كل الحمام صوب والا بصلفوح ونثيه الخانه بروحهم. فمن حالات الطير يعني وعشقه واهتمامه حق الطير هذا الله يرحمه ابو جاسم، فصار يعني طير له ميزه غير عن الحمام. ومن حالات الطير يعني ووضع الطيب هذا، حتى صارت يقول لك اول دوره بالكويت سنه 1967 صارت، الحوطي اخذ فيها المركز الاول اللي هو بصلفوح. فما شاء الله يعني طير للامانه طير يعني يعتبر يعني هو الطير الوحيد اللي اشتهر بالهوايه بالطريقه هذه، يعني اخذ شهره ما اظن حد يعني ياخذها غيره. طبعا يوم من الايام ابو جاسم الحوطي الله يرحمه ويغفر له طير الحمام، المهم تطير الحمام كذي سبحان الله كان يضيع صلفوح. طبعا قبل ما لا في حجول ولا شيء، الحمام اذا راحت يعني يكون بالدواوين يضطرون والله حد صايد طير ولا حد صايد طير كذي نعرف، لكن قبل ما في حجول. يقول ضاع صلفوح من الحوطي والله وقعد له مده طويله كذي. يقول العم مساعد سلطان العريفان ابو سلطان الله يعطيه الصحه والعافيه، يقول كنا نطير بالبرانه ومحسن المشعل وعبد الوهاب العصفور، كنا نطير ببر الصليبيه. يقول يوم من الايام يمرنا واحد من ربعنا، يقول دائما يسير علينا، صار فتره يقول ويسير علينا يمر علينا. يقول ذاك اليوم والله سير علينا وكان يقول يا جماعه عندي طير طيب ابيكم تشوفونه والله. قال خلاص ان شاء الله من يصير هوا حلو باذن الله نبي نمرك. وكان يطير هذا رفيجهم يطير بالصليبيخات منطقه الصليبيخات. يقول ابو مساعد الله يعطيه الصحه والعافيه، يقول ذاك اليوم ولا يصير علينا هوا كوس حلو والله، يقول هوا زين في 50 55 تقريبا. يقول والله يوم صار الهوا يقول كان اقول حق المشعل والعصفور ايش رايكم نروح حق صاحبنا داعينا على الطير اللي عنده خل نروح نشوفه. يقول والله مرينا هذا يعني البيت واللي هم والله ويطيرنا الحرق. يقول حرق طبعا، يقول طير الطير ولا طير لوط الصعب، يقول طير مو يعني صراحه يقول طير طيب للامانه. يقول عاد ابو سلطان الله يعطيه الصحه والعافيه يقول انا عرفته، يقول قلت اكيد هذا الصلفوح، لانه يدري انه صلفوح طبعا يوم ضاع كل الناس درى ان صلفوح ضاع. يقول بس طبعا ماني متاكد، يعني الافضل ان ارد حق راعيه مثلا يعني فرض بشتري، يقول انا نويت اني اشتري. يقول والله وكلم صاحبنا ايش رايك تبيعني الطير، يقول والله انا وياه واخذه ب 40 دينار. طبعا 40 دينار ايام الستينات بعد مبلغ مو سهل والله. يقول اخذته واخذت عياله ثلاثه. يقول طبعا كان وقتها العصر. يقول له المهم يوم صار المغرب يقول والله وسير على العم محمد ابراهيم الحوطي ابو جاسم الله يرحمه ويغفر له. كنت بقول له عن الطير، اذا طلع طيره بعطيه طيره، واذا ما طلع يقول خلاص طير يعني انا شريته وكذي. يقول والله واروح اليوم صار المغرب بمر عليه ولا عنده محمد الربيعه يقول قاعدين، يقول والله واسلم عليهم واسولف كذي. قلت يا ابو جاسم انا شفت لي حرق اليوم طير زين وشريته والله واعلم انه طيرك صلفوح الله اعلم. يقول لكن ان شاء الله باكر انا بجيب لك وشوفه، اذا طيرك يعني ان شاء الله ان الله عقله لك. قال بس تم. يقول من باكر والله وتواعد بالرابع يقول ونروح حق الحوطي، كان موجود عند محمد الربيعه ومحمد الحمد ابو حمد. يقول والله اجيب الحرق. يوم شافه الحوطي الله يرحمه يغفر له ابو جاسم شافه قال هذا والله صلفوح. يقول والله اقوم اعطيه الطير، قال لي بهذه 40 اللي دفعته. يقول اعطيته اياه ويقول واخذ الصلفوح وصار عاد رد صلفوح حق العم ابو جاسم الله يرحمه يغفر له. طبعا صلفوح يعني قاعد فتره طويله وطير من الحمام الزينه وطير السوالف عليه وطير يعني له نتائج حلوه. يقول ابو محمد الحمد ابو حمد الله يعطيه الصحه والعافيه، يقول طبعا اخر ايام صلفوح ما قام يصمل، قال لي ابو جاسم الحوطي يا ابو حمد هذا صلفوح اخذه
وتصرف فيه كيفك. طبعا ما الطير يعني انت وحظك اخذه وخله عندك. يقول ابو حمد والله اخذته، يقول وقعد عندي مده طويله وعالجت الامانه، عالجت يقول واقوم مركب على نثيه ويصمل البيضه واحده ويطلع حرق. يقول والله الحرق هذا بعد اشيل الحرق واشيل ابوه واروح حق ابو جاسم واقول له يبا هذا طيرك صلفوح وترى صم الفرخ. يقول الله يجزاه خير. يقول لا والله الفرخ الله اعطاك اياه. يقول لهم الفرخ يعني صار فرخ حلو عندي وهذا. وصلفوح يعني قاعد عند ابو جاسم لا يمكن اول الثمانينات ومات الطير. طبعا صلفوح ركب على انثاي يعني كذا نثيه، بس اميز نثيتين اللي هي مسبقه محمودي اللي هو محمود ابو عيسى اللي هي برميثيه. طبعا جدها اسود ابو طيبان وترجع للعقارب. مسبقه محمود يركبوها على صلفوح طلع ازرق بريشه مسبق ريشه اللي هو طير العمر اللي طلعت منه زرق العمر. وركبوه على نثيه ثانيه اللي هي مشلحه البلهان وطلع منها اسود عبد الرحمن ويوسف الحمود. والاسود هذا ما شاء الله بعد اخذ وضع طيب، وبنته اخذها منه يوسف اليتامى وركبها على طيره. طبعا يوسف اليتامى طيره عماد على المشلحه، ولد اسود اليتامى يصير ولد عماد على المشلحه. يقول اخذها وركبها على بنت اسود الحمود وطبت الربشه اللي هي ام اسود الشايجي وام حرق الصفران وام ابو خمس محمد حمد الحوطي وام اربش الحديبي. يعني ما شاء الله يعني طلعت من نتائج حلوه. طبعا من ضمن عيال الصلفوح حرق عبد المحسن الرفاعي وابو خمس اليتامى وابو سبع المقنزع طير الحمود وابو ريشه مال الحمود وحرق العباد واسود محمد الحمد واشعل العصيمي. هذول كلهم عيال صلفوح. البربريه طيره المرحوم سالم المضاف، والحارقه طيره احمد الهزاع اللي تركب على ابو ريشه الغريب اللي بنتهم طلعت ماشي بودي. طبعا يعني وسلالة صلفوح ما شاء الله يعني سلالته منتشرة ليومنا هذا، منها أسود بدر الحلاوة، منها مشلح دريعي طبعا ماشي بدي اللي قلناه، منهم أرقم الطواري ومنهم حمر المهنا ومنهم حمر المغربي وحرق الصفران. يعني واجد من الحمام للأمانة طلعت من صلفوح. فصلفوح يعني صراحة طير سوى نقلة نوعية بالهواية، وطير صار مضرب للأمثال، وطير ليومنا هذا يعني نسولف فيه ويعني بكل السوالف كلها. يعني قال لك والله لو طيب يقول لك لو صلفوح لو صلفوح من طيب اللوت اللي يعني بصلفوح، فصار مضرب للأمثال. فما شاء الله هذا من مشاهير الهواية يعني اللي سوت نقلة نوعية بالهواية ما شاء الله، وصار يعني رمز للهواية. يعني هواية الحمام القلابي لا قالوا رمزه هو صلفوح. طبعا هو الطير الوحيد اللي ياخذ شهرة بعد ما أظن أحد ياخذها غيره. فما شاء الله هذا يعني صلفوح من الحمام الزينة، واللي أنتج حمام زينة، واللي طلع حمام زينة، واللي سلالته منتشرة اليومنا هذا. فهذا طير من مشاهير الهواية اللي صيته يعني موجود بسوالفنا للحين، وما شاء الله من الحمام اللي مخلدة بالذاكرة والتاريخ يشهد لها. وهذه نبذة بسيطة عن صلفوح. يعني طير من الستينات، أول الستينات وللحين يذكر. عندنا وين احنا 2024 أو 25 للحين نذكر صلفوح. فطيب الحمام الزينة وسلالتها الزينة ونتائجها الزينة ما تنسي، دائما يعني تخلد للتاريخ. فهذه نبذة بسيطة حبيت يعني أنقلها لكم اليوم عن صلفوح طير محمد إبراهيم الحوطي أبو جاسم الله يرحمه ويغفر له، وطير من يعني من الحمام الزينة ومن مشاهير الهواية. وإن شاء الله أني يعني ما قصرت بهالنبذة البسيطة عن صلفوح، وإن شاء الله لنا لقاءات ثانية بإذن الله مع حمام ومشاهير ثانية. أخوكم عبد الله المطيري أبو ناصر.